صباح الخير. معاكم حاتم النجار، وهنتكلم النهاردة عن سبب تأخر سعر الصرف أو تأخر زيادة سعر الصرف للدولار الأمريكي في مصر. ليه التعويم الرابع اتأخر؟ عايزين نعترف بحاجة الأول، إن في 3 أسباب لتأخر سعر الصرف. السبب الأولاني أسعار البنزين، الوقود ومشتقاته. طبعا أسعار البنزين مقومة بالدولار الأمريكي، فمعنى إن أعوم للمرة الرابعة إن سعر البنزين هيزيد. لو سعر البنزين زاد طبيعي أسعار كل حاجة في الدولة هتزيد. طب إيه السبب التاني؟ السبب التاني أسعار الدواء. الدواء إحنا بنستورده من بره، وده قطاع حساس جدا. انت لو النهاردة عومت التعويم الرابع سعر الدواء هيزيد لانك بتستورده. معنى الكلام ده ان قطاع كبير من المستهلكين او من الشعب هيتأثر بزيادة الاسعار، فده قطاع حساس جدا، صعب ان انا اتعامل معاه. ده السبب التاني في تأخر الدولة أو تأخر البنك المركزي في التعويم الرابع. طب إيه السبب الثالث والأخير؟ السبب الثالث والأخير هو أسعار الغذاء، الأكل والشرب. إحنا بنستورد أكتر من 60% من الغذاء بتاعنا، من الأكل والشرب بتوعنا. فده طبيعي جدا إن لو عومت التعويم الرابع أسعار الغذاء هتزيد. يبقى 3 أسباب دولت اللي هما سعر الدواء، سعر الغذاء، وسعر البنزين هيزيدوا زيادة غير طبيعية، وده هيأثر على قطاع كبير من أفراد الشعب المصري. ربنا يحفظ مصر. واكتبوا في التعليقات رأيكم في الموضوع ده. كنت معاكم حاتم النجار، وإن شاء الله هنتكلم في حلقات تانية كتير عن إزاي أواجه أنا كفرد من أفراد الشعب المصري، إزاي أواجه زيادة الأسعار وأقلل الضرر أكتر حاجة ممكنة من موضوع التعويم. أتمنى ليكم يوم سعيد. كنت معاكم حاتم النجار، وإلى اللقاء في حلقات جديدة.